أهلا بكم. في الحلقة الماضية تحدثنا عن 5 تحولات كبرى يشهدها العالم اليوم، وطرحنا سؤالا مهما: هل نعيش مجرد سلسلة من الأحداث المتفرقة، أم أننا أمام مرحلة جديدة تعيد رسم موازين القوى العالمية؟ رأينا كيف تتداخل السياسة بالاقتصاد، وكيف أصبحت التكنولوجيا جزءاً من الصراع بين الدول، لكن كان هناك ملف واحد يتكرر في كل تلك التحولات، ملف قد يحدد شكل العالم خلال العقود القادمة. في عام 1969 تمكن الإنسان من الهبوط على سطح القمر لأول مرة. كان ذلك السباق الذي عرف العالم على معنى التفوق التكنولوجي، وبعد أكثر من نصف قرن يبدأ سباق جديد، ليس نحو الفضاء بل نحو العقل نفسه، إنه الذكاء الاصطناعي. خلال الأشهر الأخيرة فقط تسارعت وتيرة المنافسة بشكل غير مسبوق. شركات التقنية الكبرى كشفت عن نماذج أكثر قوة، والحكومات بدأت تنظر إلى هذه التقنيات باعتبارها أصولاً استراتيجية. بينما تتصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وأقوى نماذج الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تتزايد القيود الحكومية على تصدير التقنيات المتقدمة، ويحتدم الجدل حول من يملك الحق في الوصول إلى أكثر النماذج تطوراً، في مؤشر على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد صناعة تقنية، بل أصبح جزءاً من معادلات الأمن القومي والتنافس الجيوسياسي. لكن السؤال الحقيقي ليس من يطور النموذج الأقوى، السؤال الأهم هو: لماذا تنفق الحكومات والشركات مئات المليارات من الدولارات في هذا السباق؟ ولماذا أصبح امتلاك شريحة إلكترونية متطورة لا يقل أهمية عن امتلاك النفط والسلاح؟ لفهم ما يحدث اليوم علينا أن نعود قليلا إلى الوراء، إلى اللحظة التي خرج فيها الذكاء الاصطناعي من مختبرات الباحثين ليصبح محورا لصراع عالمي قد يغير الاقتصاد وسوق العمل والتوازنات العسكرية وحتى شكل حياتنا اليومية. كيف بدأ السباق؟ بعد أن فهمنا لماذا يتحدث العالم كله عن الذكاء الاصطناعي اليوم، يبقى سؤال أساسي: هل بدأ هذا السباق قبل عامين فقط؟ الإجابة هي لا. في الواقع تعود فكرة الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 70 عاماً، عندما تساءل عدد من العلماء: هل يمكن لآلة أن تتعلم كما يتعلم الإنسان؟ في ذلك الوقت كانت الحواسيب بالكاد تستطيع إجراء عمليات حسابية بسيطة، وكانت فكرة أن يكتب الكمبيوتر قصة أو يترجم اللغات أو يحلل الصور تبدو أقرب إلى الخيال العلمي. مع ذلك استمرت الأبحاث لعقود طويلة. شهد المجال فترات من الحماس الشديد ثم فترات من الإحباط عندما لم تحقق التقنيات النتائج المأمولة، حتى أن الباحثين أطلقوا على بعض تلك المراحل اسم شتاء الذكاء الاصطناعي، حيث تراجعت الاستثمارات وتوقفت مشاريع كبيرة. لكن ما حدث بعد ذلك غير كل شيء. 3 عناصر اجتمعت في الوقت نفسه. أولاً، أصبحت لدينا كميات هائلة من البيانات التي ينتجها مليارات المستخدمين يومياً. ثانياً، تطورت الرقائق الإلكترونية لتصبح قادرة على تنفيذ تريليونات العمليات الحسابية في وقت قصير. وثالثاً، ظهرت خوارزميات أكثر كفاءة جعلت النماذج تتعلم من البيانات بسرعة ودقة غير مسبوقين. وفجأة لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مشروع بحثي داخل الجامعات، بل أصبح قادراً على كتابة النصوص وتحليل الصور وقيادة السيارات وتصميم الأدوية وكتابة البرمجيات ومساعدة العلماء في أبحاثهم. وهنا حدث التحول الحقيقي. لم تعد الشركات تتنافس فقط على إنتاج تطبيق أفضل، بل بدأت الدول نفسها
تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره موردا استراتيجيا تماما كما كان النفط والطاقة النووية وغزو الفضاء في القرن الماضي. ومنذ تلك اللحظة تغيرت قواعد اللعبة بالكامل. لم يعد السؤال من يستطيع تطوير ذكاء اصطناعي، بل أصبح السؤال من يستطيع تطوير أقوى ذكاء اصطناعي قبل الجميع. وهنا تبدأ القصة الأكثر إثارة، لأن امتلاك نموذج ذكي وحده لا يكفي. هناك عنصر آخر أقل شهرة لكنه ربما يكون الأهم في هذا السباق كله: الرقائق الإلكترونية، ومن يسيطر عليها قد يحدد مستقبل الذكاء الاصطناعي وربما مستقبل الاقتصاد العالمي بأكمله. هذه ليست قصة برنامج ذكي، بل قصة سباق على قيادة العالم في القرن 21. إلى اللقاء.